السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في مملكتي مع هبة دريني. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة جديدة تنفع فطار تنفع عشاء. هي أكلة كوري، تمام الأصل. بتعمل ازاي ومقاديرها عبارة عن ايه هنقول مع بعض دلوقتي. بس طبعا هو تغيير من باب التغيير بالنسبة للفطار والعشاء. احنا بنزهق من الروتين، فدي حاجة جديدة حلوة جدا وهتعجبكم. الأكل الكوري أو الصيني مش كله حاجات اللي هي الغريبة أو الحاجات اللي منعرفهاش، بالعكس في عندهم حاجات حلوة جدا في مطبخهم. فدي النهاردة أكلة كده عشاء فطار، حاجة خفيفة من المطبخ الكوري هتعجبكم جدا، ومقاديرها بسيطة جدا جدا وموجودة في كل البيوت. تعالوا مع بعض نشوف مقاديرنا عبارة عن ايه ونشوف هنعملها ازاي. النهارده بقى معانا مقاديرنا سهله جدا زي ما قلت لكم، وصفه بسيطه جدا مش هتصدقوا اصلا اللي هي من المطبخ الكوري، وهي فعلا من المطبخ الكوري. وطبعا ده عشان انا وعدتكم ان انا اعمل لكم ان شاء الله من مطابخ كتير جدا، مش هنكتفي بالمطبخ المصري بس. انا عندي هنا بطاطسايه متقشره، طبعا المقادير براحتكم تزودوها، وهنبشرها هنشوف هنبشرها ازاي. وعندي بصلايه، وعندي بيض، وطبعا الملح والفلفل. هي دي بس المقادير بتاعتي. ايوه، هي دي المقادير بتاعتي. الفكره انا مش مغيره فيها اي حاجه، هي دي الطريقه بتاعتهم على طريقتهم. انا عندي هنا مبشره، نجيب مبشره. في عندك السكينه اللي هي ديت اللي احنا بنعمل منها اللي بنبشر بيها الجزر، وفي اللي هي الارفع. تمام، انا ارفعها هعملها بالرفيع. هقول لكم ليه دلوقتي، عشان هي سواها كله هيبقى على النار من فوق. تمام، بسم الله. هجيب البطاطسايه هتقشريها طبعا وهتغسليها كويس وبالمبشره، وهنبشرها. هبشر البطاطسايه بتاعتي كلها. انت عايزه تعمليها تخين شويه براحتك، بس انا حابه ده وهعرفكم ليه تبقى ارفع ما تبقاش سميكه. هنا بقى بشرت البطاطس كويس، وبشرت البصل. بس هقول لكم من ضمن المقادير حبه البركه وسمسم، وهنشوف هنستخدمه في ايه ويحطوه في ايه علشان تبقوا ماشيين على الطريقه بالظبط. اي تعديل بقى ده ليكوا انتوا مفيش مشكله، لكن انا جايبه لكم الطريقه بحذافيرها زي ما بيعملوها. بناخد البطاطس، تمام. هقول لكم كمان بيحطوا مكان البصل ايه. بيستخدموا لا اما بصل اللي انا عاملاه ده، او بصل اخضر بالعيدان بتاعته، او الكرات المصري بتاعنا عندهم فيه منه. تمام، علشان تبقى ايه، ابقى بلغتكم الطريقه بالظبط. وبيحطوا البصل، وبعد كده بنبدا بقى بسم الله نكسر البيض. بسم الله اهو. بننزل بالبيض بتاعنا اهو. نقلب شويه، نقلب بقى كده زي ما انتوا شايفين الخليط ده كله مع بعض، البيض مع البطاطس مع البصل. حبة البركة والسمسم ما بيحطوش دلوقتي، زي ما قلت لكم هي فطاير البيض بالبطاطس، فاكيد ما بيتحطش دلوقتي، هتشوفوا بيتحط ازاي. نحط كمان بسم الله اهو. البيض برضو حسب العدد اللي انتوا عايزينه، انتوا عايزه تعملي كميه مثلا بطاطس براحتك. تمام، انا بوريكم بس المقادير وخطواتهم عباره عن ايه. وزي ما قلت لكم بقى كمان الملح. بسم الله نحط شويه ملح وفلفل اسمر. طبعا لازم ملح وفلفل اسمر علشان زفرة البيض اهو. بس كده، ما فيهاش بهارات كتير، ما فيهاش حاجات كتير، سهله جدا اهو. نقلب كويس جدا بقى الخليط ده كله مع بعضه. لازم فيها بصل، ما تستغنوش عن البصل او البصل الاخضر او الكرات زي ما قلت لكم، ما بيستغنوش عن حاجه من الثلاثه دول علشان بيدي نكهه تحفه تحفه تحفه. تمام، انا هنا اهو قلبتها كويس. يلا بينا بقى على النار. انا هحط الطاسه على النار. بصوا بيحطوا فيها زيت بسيط جدا، ما بيحطوش كتير. تمام، بسم الله اهو. مش راضي ينزل ليه اهو، علشان اولا عشان ما تلزقش طبعا، بس هو كده كده تستخدم الطاسه تيفال، وفي نفس الوقت علشان ما تبقاش مليانه زيت. فانا هحط الزيت اهو وابدا
ببدأ بالفرشة كده اوزعه علشان الطاسة كلها تبقى فيها زيت. ولازم بقى يكون في غطا معاكي، تمام، مجهزة غطا، او هقول لكم اهو، انا عندي هنا مجهزة غطا اهو، ده هيبقى صغير، يبقى واحد كبير. بسم الله. على النار ولعت عليها، اهم حاجه تسخن شويه، تمام. بعد كده الخليط بتاعي جاهز اهو، وبقلبه كويس جدا علشان الفلفل الاسمر ما يعملش تكتلات. وعندي هنا الغطا اهو، كنت بستخدماه فنسيته فغسلته طبعا الاول، هنشفه عشان هو بايركس. المهم، فاحنا طبعا بتعملي ايه بقى؟ اهم حاجه لازم لها غطا، علشان اهم حاجه اللي احنا بتستوى بالبخار، هنقلبها، بس اهم حاجه الغطا، تمام، علشان زي ما قلت لكم دي فطائر كوريه. انا الطاسه بتاعتي اهو، بسم الله، هنزل كده بالخليط بتاعي، حطينا الملح، حطينا البطاطس، حطينا كل المقادير بالمنظر ده اهو، بسم الله. المفروض ان احنا هنقلبها، طيب اكيد مش دلوقتي، اولا انا هسويها كده بالشكل ده اهو، بحيث تبقى ما تبقاش من حته عريضه ومن حته تبقى، بصوا هنمسح ده كده، تمام، خلاص بالشكل ده. وهعمل ايه؟ هجيب الغطا واغطي عليها، ما تبقاش على العالي قوي ولا على الواطي قوي، عشان انا كنت عامله البوتاجاز فالنار عاليه، هحاول اوطي اللي هي تبقى عاليه، ومش بصوا ما تبقاش عاليه قوي ولا واطيه قوي، ونسيبها. طيب السمسم وحبه البركه دورهم ايه؟ هقول لكم اهو. اولا مفيد جدا السمسم وحبه البركه، يعني الحاجات دي مفيده، مش مضره. بنسيبها بقى كده زي ما قلت لكم، النار، بصوا. طب امتى اعرف ان انا اقلبها يا هبه؟ بصوا بقى، شوفوا هو لسه بتبدا تعمل ايه، هي مش هتلزق طبعا، بصوا هنغطيها لحد ما تحسوا الوش نفسه بدا يعني، وفي نفس الوقت تكون من تحت خدت لون، هي لسه من تحت، بصوا اهو، تمام. هنغطي علشان لازم تاخد على الوشين. بصوا بقى كده هنا، بصوا بسم الله، ببدا اعمل كده، الله خدت لون حلو قوي، عايزه اخليها تتحرك كلها، بحيث ان انا عايزه اقلبها، تمام. هي لسه عايزه تبقى على الهادي خالص، بحيث اهو، هنجيب بقى كده حاجه معايا، بسم الله، خدت لون جميل على الهادي خالص، وهقفل الغطا تعمل شويه بخار من فوق، بحيث اللي هي تكمل. قلبتها خلاص اهوت، تمام، طبعا بمساعده سباتولا وبتاع ده اسمه ايه، مش عارفه التانية اسمها ايه دي، ماشي. ليه بقى؟ علشان تتقلب معايا وتطلع مظبوطه. طيب هنا بقى هيجي دور عشان المهليه ما تلزقش طبعا، حبه البركه والسمسم. اول حاجه بيجيبوا كده الاول، بيجيبوا زبده، تمام، رشه زبده او دهنه زبده زي ما بنقول. بيعملوا ايه؟ بيعملوا بيها السطح بتاع البيض اللي هيتقدم منه بالشكل ده، بتبقى حلوه جدا، بتدي لمعه، تمام، وبتدي نكهه حلوه. مفيش زبده عندك انتي اعملي سمنه، مفيش مشكله، مش هتشتكي، خلاص. بتبقى حلوه قوي قوي قوي. بصوا بيعملوا كده لمسه بسيطه، لو خدتوا بالكم بدات تبقى بتلمع اهو بالشكل ده، تمام. وبعد كده بقى بيجي دور حبه البركه والسمسم، عشان هنا فيه اهو حبه البركه والسمسم، بيحطوها بقى كده بسم الله فوق الوش بالشكل ده،
اهو. وهي بتستوى هي بتستوى كده بالشكل ده، بيبدأوا يحطوا حبة البركة والسمسم. تمام. على فكرة يا جماعة حبة البركة مفيدة جدا جدا، ورسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، وصى بيها. يعني حبة البركة مفيدة جدا. تمام. وبره وفي كل حتة بيستخدموها أكتر مننا. أتهيألي احنا بنستخدمش الحاجات دي زي ما هم بيستخدموا، عارفين فايدة الحاجات دي كويس جدا. بالشكل ده بتحط السمسم وحبة البركة، متخافوش مش هيقع. بصوا اهو اهو، بصوا الجمال. شوف كده اخبار اللون ايه. لسه هتاخد بقى لون واستوى وتبقى حلوة جدا على الهادي بقى كده بسيطة، وهنشوف شكلها في الاخر هيبقى عامل ازاي. وطي عليها بقى شوية خالص واسيبها حاجة بسيطة على الهادي عشان البطاطس تكمل سواها وهي كمان تستوي. بشوفها من تحت لقيتها ما شاء الله لونها حلو جدا، خدت لون جميل جدا. تعالوا بقى نغرفها. الطبق اللي هنقدمها فيه بقى، بسم الله، عشان تشوفوها. ما تعمليش بقى ايه انك تشيليها، عشان هو ده اصلا وشها اللي احنا اوريدي جهزناه. بمساعدة كده الاسباتولا او معلقة وابدأي حطيها بالشكل ده. بصوا الجمال. شيل بس الطاسة. بصوا حلوة جدا جدا ومستوية، واخدة وقتها في السوا. تمام. وبتجيبي بقى قطعة البيتزا. تمام اهو، بتقطعيها بيها زي البيتزا. بسم الله اهو. وبتقدميها حلوة جدا وتغيير. ممكن بقى تاكلوها في العيش اللي هو الابيض ده اللي هو ستوري، او التوست، او عيش فينو، او العيش البلدي بتاعنا، مفيش اي مشكلة. بصوا عايزة اوريها لكم. بصوا عاملة ازاي، سخنة جدا. بصوا حلوة قوي 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 وجديدة وهتعجبكم. طعمها حلو. وهنا بقى كده ورقة نعناع علشان نزينها بيها. ودي وجبة عشاء او فطار زي ما قلت لكم. حلوة قوي، طعمها حلو. من المطبخ الكوري زي ما بقول لكم، سهله وبسيطه، ومكوناتها زي ما بقول لكم اكيد موجوده في كل بيت. مفيش حد ما عندوش بطاطس، البيض متوفر، وحبه البركه وسمسم وزيت ملح وفلفل. ما فيهاش افتكاسات كتير، ما فيهاش حاجه صعبه. جربوها هتعجبكم جدا جدا، وهتعجب ولادكم كمان، ما انا متاكده من حاجه زي دي. وصحتين وعافيه على قلبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل ما هو جديد، وعشان اعمل لكم دايما اكلات جديده ومن مطابخ مختلفه ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.